وأما كلمتي إخواني فلا بد من التعليق على المنعطف التاريخي الخطير الذي نمر به. فلا تخفى الأخبار على أي منكم. ومقدمة أقول سمعت فيما سلف أن هناك من علمائنا من عرف المعجزة بأنها الحادثة التي تكشف الحق كشف بياض النهار لطلوع الشمس. أن المعجزة هاي حقيقة. لا أريد أن أدخل في صحة هذا التعريف للمعجزة وعدمه، لكن حقيقة هناك بعض الأحداث الاعتيادية، يعني ليست خرقا للقوانين، قوانين الطبيعة، لكن لها تأثير في كشف الحق ووضوح الحق للبشر مو أقل من كشف المعاجز لأحقية الأنبياء والأولياء. فالمعجزة إن كان لها أثر فهي تبهر الخصم وتجعله متسمرا كأنما أصابت عقله صاعقة تحطم طاغوت سيطر على ذلك العقل المختل زمنا طويلا. هذا الأثر الذي أحدثه كلام إبراهيم عليه السلام مع نمرود حينما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت يعني الكلام أثر عليه أثر المعجز، فكان أثره كمعجزة إبراهيم حينما قال نمرود حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لا أريد أن أتحدث عن غرابة الأحداث كما ورد في الخبر عن الصادق الخبر الصحيح أنه قبيل ظهور الإمام ستخلع العرب أعنتها، كناية عن أن تخلع السلاطين، وفي زمن متقارب وواحد. لكن أريد أن أقول الإعجاز الذي أريد الحديث عنه والذي يميز الحق من الباطل، لكن لكل من يمتلك أدنى بصيرة في قلب الأحداث، هو الفارق الذي يتعامل به الإعلام العربي ومن ورائه الإعلام العالمي، وهما المسيطران على كثير من عقول الناس. الفارق بين ما حدث في تونس وليبيا وما يحدث في ليبيا واليمن من جهة وما يحدث في البحرين، هذه لها مقاييسها الخاصة وبحرين أصبح لها مقاييسها الخاصة. فالزمن واحد والأحداث نفسها في تلك البلدان وفي البحرين، لكن في البحرين يختلف الموقف، الحق مع الحاكم، وأما في تلك البلدان كلها الحق مع المحكومين. ما الفارق؟ أمريكا هذا موقفها، وكل دول الخليج العربية هذا موقفها، والإعلام العالمي يقوم على هذه الفرضية العجيبة والغريبة. أريد أن أقول هذا الفارق في حكم المعجزة إخواني، هذا الذي أريد أن أقول. المعجزة التي تبين الحق أين والباطل أين. ولذا كل هذه الأبواق الإعلامية تبذل جهدا جبارا في بيان الفارق. اقرأوا صحف الكويت، اقرأوا مقالات السلفيين القوميين الليبراليين، شنو همهم؟ فارق، اكو فارق، بحرين غير والدول تلك كلها، وكل واحد يحاول يدلو بدلوه ما هو الفارق، أن هنا الخطأ بيد المحكومين والمصيب هو الحاكم. في تلك الدول لا، كلها الحاكم هو الغلطان والناس مصيبين في ثورتهم. فإن كان هناك معنى للطائفية البغيضة التي طلت برأسها في هذه الأيام الأخيرة، فهي تتلخص في السكوت عن الظلم لمجرد أن الطرف المظلوم أشخاص من طائفة أخرى مغايرة لنا. هذه الطائفية بعينها، فنكيل بالمكيالين في واقعين متشابهين لا فرق بينهما أبد، إلا أن أحدهما من طائفة والأخرى ليست من هذه الطائفة. فالفرق الملاحظ في الإعلام يستغرب منه الإنسان ويتعجب، فهم
يمدحون التدخل الأمريكي والغربي والأطلسي بقواته العسكرية ضد الحاكم في ليبيا لنصرة الشعب الليبي، ويرون أن هذا هو الحق وهذا ما يجب أن يحدث، ينصر هذا الشعب. وأما إذا تدخلت إيران بكلمة فقالت لا تقمع الشعب البحريني، فهي الجريمة وهو التدخل السافر الفاجر في الشؤون الداخلية للوطن العربي، وسنحافظ، وبدأوا يصرخون سنحافظ على شرفنا العربي الذي انتهك في البحرين وبكل قوانا الخليجية. فيا لهذا الشرف، ما القصة؟ هل شقرة الغرب والأطلسي أعجبها فشغرت رجليها وسمرة التشيع وآل البيت أوحشها فادعت الشرف والغيرة على العرض هنا وسلمت رجليها هناك؟ أحد الإخوان ينقل لي قصة عجيبة غريبة، يقول لي كنت محتاج للزواج متعة، فتعرفت على واحدة أدري أنها زانية، يقول كانت مصرية أو كذي في بلد من بلدان الغرب، فقلت لها أنه يعني خلنا نتزوج متعة، فقالت إلا دي أنت مسلمة روحش للزانية للزنا. يقول ليش؟ هاي حرمها الخليفة، ديش لا. وشنو الفارق؟ أن ما حرمه الخليفة أشد مما حرمه الله. شنو الفارق يعني؟ تجد بعض الأمور من هالقبيلة. أمريكا كلها جاية ما فيها، هذا صح. إيران لا تتكلم أصلا. وليش؟ ذاك لأن الله مشرعه ما يخالف تخالفه، هذا غير الله مشرعه ما يخالف تخالفه. هذا بعض القصص من هالقبيل في الواقع. المهم كان لابد لهم من وضع علل للمفارقة العجيبة بين الحالتين والموقفين كما تعلمون متشابهين من حيث الظروف ومن حيث الملابسات. فبدأوا بالتفكير، ما هو الفرق الفارق؟ ماذا نكتب في الجرائد؟ فكانوا كما قال عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. واستقرت أقوالهم بعد هذا التفكير بأن الفرق الفارق أن إيران وراء الحدث البحريني، وأما تلك الدول فليست وراءها إيران، وهذا فارق مهم وكبير يبرر القتل والقمع بأي طريقة ممكنة، بل هي من الأعمال الحسنة في البحرين فقط لأن إيران وراءها. وأما إذا لم تكن إيران وراء الحركات فالقتل والقمع قبيح ومدان، بل لا يضر هنا حتى وجود أمريكا معها. فوالله ثم والله ما الحديث عن إيران إلا قميص عثمان. كل هذا الإعلام ينحدر من رفع قميص عثمان في ذاك التاريخ، وليس هذا إلا ممارسة من قبيل رفع قميص عثمان في تلك الأيام في وجه علي بن أبي طالب. فما يحدث في البحرين ليس إلا ذيلا من ذيول رفع قميص عثمان على منابر الشام. ولا أعجب من هؤلاء الذين اتموا بمن اعتبروه خال المؤمنين في رفع قميص عثمان البحريني، وخذلوا عم المؤمنين علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، بل نفسه كما قال عز وجل وأنفسنا وأنفسكم. تركوا أنفسنا وأنفسكم ودوروا على خال. لا أعجب منهم، فقد قاتلوا عليا بذاك القميص المرفوع وقتلوا ذريته، بل استباحوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة الحرة باسم الانتقام وباسم ذاك القميص المرفوع. بل عجبي منكم أيها الغرب المنادي بحقوق الإنسان، فهؤلاء اشربوا قلوبهم وعندهم مقدساتكم، أما أنتم ما هي مقدساتكم التي من أجلها تقولون أن ما يحدث في البحرين تدخل إيراني؟ لا أجد إلا مقدس واحد وهي إسرائيل، وضرورة الحفاظ على إسرائيل. هذا المقدس، هذا العجل
الذي عبده الغرب وما زال يعبده، هو الذي سبب أن الغرب يختل توازنه، يرسل قوات لتأييد الشعب في ليبيا ويرسل قوات لتأييد الحكومة في البحرين. ما هو سبب الاختلال؟ فقط عجل أسسوه اسمه إسرائيل، هذا مقدس. أين ذهبت مبادئكم وقيمكم من الإبادة في البحرين؟ هل حب النفط غير الموازين عندكم، أعمى قلوبكم، أم بغض إيران أعماها عن رؤية الحقائق؟ هل يخفى بعد هذا الحق على البشر، أم القلوب قلوب عمي؟ هل نحتاج بعد هذا أمرا آخر كي تتضح الحقائق للبشر؟ إذا وجد من لم ينفعه ذلك فليس هو إلا كما قال عز وجل: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. والسبب واضح، هو ما ذكره رب العزة حينما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعزائي، أختم الحديث بأبيات بدأتها الحاجة أم عبد الله في مجلسها الأخير الذي سقطت به. بدأت مجلسها بأبيات قالت، طبعا الأبيات هي ليست لها إنما أنشدتها: متى عن فؤاد الصب يكشف الكرب، فقد ضاع ذرعا بالبلا واسع الرحب. تعاطت من الست الجهات يد البلا علينا، فلا يوم حلا طيب الشرب. فحتى متى هذا الظلام مع الأسى يدومان والحزن المقيم فرى قلبي. عمتنا الرزايا والقلوب تقطعت، فقم واغتنم أشلاءها من يد الكرب. شخصنا بأبصار إليك تكحلت بأميال كرب، من نياح ومن ندب. أما آن من أغمادها البيض تنتضي، وتغمد ضربا في نحور بني حرب. أما آن أن يدعو جبريل مبشرا بقائمنا، والشمس تبدو من الغرب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بفرجهم. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اقطع أيدي الظلم أن تصل إلينا وإلى إخواننا المؤمنين في البحرين. ادفع عنهم الظلم والجور بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.